افتح كراسة أشعارك وامسك بإيديك قلمك وفتش جوه أفكارك واوصف حالك، فرحك، حزنك، ألمك. ابدأ من أول السطر، ومش ضروري يكون شعر. ادي بس لخيالك أمر واوصف ازاي يكون حلمك. أقولك اكتب عن الطفولة، مرحلة غير مسؤولة. اللعب والجري كانوا دول أهدافك. فاكر مدرستك وأول يوم ليك فيها؟ فاكر البنت اللي كان عينك عليها؟ فاكر يوم نجاحك وفرحة أبوك يومها لما شافك؟ اكتب عن أستاذك اللي علمك الحروف. اكتب عن زمايلك وعن صحابك. اكتب عن أمك اللي بتموت من الخوف لو مكروه في يوم صابك. فاكر العيدية وفرحة يوم العيد؟ فاكر الهدية وأول طقم جديد؟ اكتب عن ذكرياتك وعن حكاياتك وعن مشوار حياتك. فاكر أول مرة حبيت فيها؟ فاكر البنت اللي كنت هتموت عليها؟ اكتب ودون واتعلم من اللي فاتك. ولا أقولك اكتب عن حلمك بيوم جوازك، عن واحد احتاج لك في يوم وعازك. اكتب عن حبك التالت أو الرابع. قول عن إحساسك وانت بتسمع كلمة بابا، أو واحدة بتحبك وكانت في النهاية متسابة. اكتب عن عتمة الليل والقمر اللي كان طالع. اكتب عن الحرية والرومانسية، وقول قدام حلمك كم مانع. ارسم حياتك مجرد سطور، شوف العتمة فيها ولا النور. كمل لوحة أيامك، هتلاقي أحلامك في دايرة حواليك بتدور. وافتح كراسة أشعارك وامسك بإيديك قلمك. فتش جوه أفكارك واوصف حالك، فرحك، حزنك أو ألمك.